أنا جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. عارف أحيي الرزاع رئيس المركز اليمني للجاليات. نحن نحتفل بهذا اليوم العالمي بمناسبة السياحة، ونحن في المركز اليمني للجاليات ندعو جالياتنا اليمنية في الخارج من أجل الاستثمار السياحي في البلد حتى يساهموا في عملية النمو والتطور ومسيرة البناء في يمن، يعني يفعل بالأمن والأمان. ونحن على يقين بأن الجاليات اليمنية في الخارج سيكون لها دور كبير وبصمة اقتصادية واسعة لهذه الشريحة من قوة اقتصادية في الخارج. وكما نحن الآن نؤكد أن لدينا لقاء سيكون في وزارة المغتربين مع الدكتور مع الأستاذ مجاهد القهني وزير المغتربين من أجل تنمية السياحة ومناقشة قضايا الجاليات الداخلية والخارجية. نحن نأمل أن تكون بلادنا واحة اقتصادية رائعة جدا، آملين أنه في خلال هذه الفترة اليمن قد عم بالاستقرار والسياحة لها دور بارز. وشكرا.